السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الفيديو السابع، التحذيرات والخاتمة النهائية. قبل أن نختم هذا البرنامج هناك نقطة طبية بالغة الأهمية يجب أن تكون واضحة تماما في ذهنك، وهي أن هذا البرنامج مهما كان جودته ودقته العلمية فهو مصمم للحالات البسيطة إلى المتوسطة من ألم الركبة، وليس بديلا عن التشخيص الطبي الدقيق في حالات معينة يجب عليك التعرف عليها. متى يجب مراجعة الطبيب فورا دون تأخير؟ أول شيء، لو في تورم شديد ومفاجئ في الركبة لم يكن موجودا من قبل أو زاد بشكل ملحوظ، ألم قوي حاد يحدث مباشرة بعد إصابة جسدية مباشرة كالسقوط أو الالتواء، عدم القدرة الكاملة على الوقوف أو المشي أو تحمل وزن الجسم على مفصل الركبة، لو في ألم بيزداد بشكل مستمر ومتسارع ولا يتحسن مع الراحة أو مع المسكنات، احمرار وسخونة غير عادية في مفصل الركبة بتشير إلى التهاب حاد، تشوه وتورم واضح في شكل الركبة أو تغير في محاذاتها مع الركبة الأخرى بشكل مفاجئ، أو أي أعراض مصاحبة كالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة أو الإرهاق الشديد غير المبرر مع ألم في الركبة. في هذه الحالات جميعها يجب التقييم الطبي المتخصص بمعرفة استشاري العظام، من خلاله الطبيب يستطيع بالفحص السريري يستطيع التعرف على السبب مع عمل الأشعات اللازمة، سواء أشعات عادية أو رنين مغناطيسي أو مقطعية. يتم تحديد الحالة بدقة والتوجيه إلى العلاج المناسب الصحيح. الخلاصة النهائية للبرنامج، احنا اتممنا مع بعض رحلة علاجية متكاملة خلال هذه الفيديوهات السبعة. خلينا ألخص لك أهم النقط وأهم الحاجات اللي تعلمناها في الفيديوهات. ألم الركبة في معظم الحالات ليس قدرا محتوما، بل هو حالة قابلة للتحسن. السبب الجذري الأكثر شيوعا هو ضعف العضلات المحيطة بمفصل الركبة، وليس تلف المفصل والغضاريف نفسها، خصوصا في الحالات الأولى والمتوسطة. الأخطاء اليومية الصغيرة بتتراكم لتسبب ألم مستمر، ويجب أن يتم تعديلها فورا حتى تحدث فارق كبير. مرحلة تأسيس وإعادة تنشيط العضلات هي الخطوة الأهم قبل أي تمرين. تأتي بعد كده مرحلة التقوية والتحكم الحركي، وهي جوهر العلاج الحقيقي الذي يعطي نتائج مستديمة. بعد كده الحركة الوظيفية الطبيعية واستخدام المفصل بصورة ما تأذيش المفصل. التغذية الصحيحة ونمط الحياة السليم هما الجناحان اللذان يحملان التمارين ويضاعفان من نتائج التمارين. رسالة الختام: إذا التزمت بهذا البرنامج بشكل صحيح ومنتظم وكامل فأنت ستلاحظ تحسنا تدريجيا حقيقيا في مستوى الألم في مفصل الركبة، وستشعر بتحسن واضح في حرية الحركة ومداها. ستتراجع شدة الألم مع تقدم الأيام والأسابيع، وتستعيد ثقتك الكاملة في استخدام ركبتك في حياتك اليومية. لكن الأهم من كل شيء هو الاستمرارية. العضلات لا تقوى في يوم وليلة، ولكنها تتحسن وتتطور مع التكرار الصحيح المنتظم. كل جلسة تمارين وكل وجبة صحية وكل عادة يومية جيدة هي لبنة في بناء صحتك الحقيقية. تذكر دائما هذه هي قواعد الراحة. الحركة الصحيحة المدروسة هي علاجك الحقيقي وليست خطر تتجنبه. الإهمال والخمول هما ما يسببان التدهور الحقيقي وليس الحركة المحسوبة. جسمك يملك قدرة طبيعية على الشفاء. اعطيه الفرصة والبيئة الصحيحة والعوامل. الصبر، الاستمرار والانتظام هي مفاتيح النجاح الحقيقية في هذا البرنامج. ابدأ اليوم، لا تنتظر الغد. استمر حتى لو شعرت بالتعب، والأهم من كل ده ثق بجسمك وبقدرته على التحسن. ستبهر بالنتائج التي يمكن تحقيقها حين تعطيها الفرصة الحقيقية. أتمنى لك شفاء عاجلا وصحة دائمة.